تخيلوا إنكم بتدخلوا عالم تاني تحت الأرض، أو بالعربي مكان سري مخفي وسط الصحراء. في ناس كتير ما تعرفش عنه حاجة، لكن أول ما تشوفه هتحس إنك دخلت عالم خيال علمي أو رجعت بالزمن لورا. الأهم إن المكان ده موجود هنا في بلدنا، أيوة في مصر، واسمه كهف الجارة. كهف الجارة مش كهف عادي، ده واحد من أندر الكنوز اللي ممكن تشوفها في الصحراء الغربية، واللي يدخله هيعيش مغامرة حقيقية هيرجع فيها بالزمن لآلاف السنين علشان يشوف أسرار الطبيعة وأسرار الإنسان الأول. عايز تعرف أكتر عن كهف الجارة؟ خليك متابع معنا الفيديو ده للآخر وهتعرف كل التفاصيل. في البداية خليني أقولك إن كهف الجارة موجود في محافظة الوادي الجديد، على بعد حوالي 120 كيلومتر من واحة الفرافرة. وبرضه خليني أقولك إن الرحلة نفسها مغامرة حقيقية ومش بتتكرر كتير، لأنك بتمشي في قلب الصحراء وسط بحر من الرمل، مفيش أي ملامح للحضارة. هتحس إن مفيش حياة في المكان ده إطلاقا، لكن لما توصل المكان هتلاقي فتحة صغيرة في الأرض، دي المدخل الأساسي للكهف. مجرد ما تبدأ تنزل بتحس بفرق رهيب، بتسيب نور الشمس والحرارة وتنزل لمكان بارد مظلم هادئ جدا. أول ما بتنزل الكهف وتستخدم إضاءة بسيطة زي الشموع أو الكشافات بتصطدم بجمال الكهف، كأن كل حتة فيه لوحة فنية صعب تتكرر تاني في أي مكان، لدرجة إن الحيطان والسقف مش زي أي كهف تاني. المكان مليان تشكيلات صخرية نزلت من السقف شبه الستاير، وأشكال تانية طالعة من الأرض شبه التماثيل. التكوينات دي اسمها علميا صواعد وهوابط. الأهم من كل ده إنها مش من صنع الإنسان، لكنها نتاج ملايين السنين من عمل الطبيعة. يعني باختصار اتكونت بشكل طبيعي من غير تدخل بشري مطلقا. الموضوع ببساطة إن في كل عصور جيولوجية قديمة كانت المنطقة دي مش صحراء، لكنها كانت بتتعرض لأمطار غزيرة. المية دي كانت بتتسرب إلى الأرض وبتنحت في الصخور الجيرية، وفي نفس الوقت بتسيب رواسب كلسية هي اللي كونت الأشكال الفنية دي. علشان كده كل حتة في الكهف بتحكي قصة طبيعية طويلة، وكأنك بتدخل متحف ضخم منحوت من الصخور. متخيل المشهد عامل ازاي؟ متحف كامل من الصخور. الجمال الطبيعي ده مش الحاجة الوحيدة المميزة في الكهف، لأنه كمان بيحكي قصة الإنسان الأول على الحوائط بتاعته. هتلاقي نقوش، رسوم قديمة جدا بترجع لعصور ما قبل التاريخ. الرسومات دي بتوضح حياة الإنسان في المنطقة دي زمان، زي مثلا رسومات بتوضح الصيد، ورسومات تانية بتوضح الألعاب. الرسومات دي بتثبت إن المكان ده كان ملجأ ومأوى للإنسان الأول، وإن الصحراء الغربية بتاعتنا ما كانتش دايما بالشكل اللي بنشوفه دلوقتي، لكنها كانت أرض خضراء ومناسبة للحياة. كل اللي زار الكهف وصفوه التجربة بأنها مغامرة مختلفة ومش سهلة خالص، وأكبر تحدي فيها كان في الوصول للمكان، لأنه بعيد جدا عن أي طريق أو مدينة. النزول نفسه محتاج حذر بسبب عمق الكهف ووجود الصخور والرمل. كهف الجارة بيأكد أن مصر لسه مليانة كنوز مخفية تستحق الاكتشاف، سواء كانت كنوز أثرية من صنع الإنسان أو كنوز طبيعية زي الكهف الفريد ده.